في بلدة صغيرة تقع بين الجبال والسهول، كانت الشمس تشرق كل صباح بكل عظمة وجمال، مؤذنة بيوم جديد مليء بالأمل والعمل. في أحد الأيام، خرجت سرة من منزلها متجهة إلى المزرعة التي تعمل فيها. كانت سرة فتاة طموحة لا تعرف الكسل، وتحلم دائما بتحقيق المزيد من الإنجازات في حياتها. بينما كانت تسير في الطريق الترابية التي تحيط بها زهيرات برية ملونة، لاحظت طائرا صغيرا عالقا في شبكة عنكبوت. توقف قلبها للحظة، ثم انطلق بسرعة نحو الطائر لتحريره. وبمهارة وحنان تمكنت من إنقاذه. شعرت بالسعادة وهي ترى الطائر يطير بعيدا، وغمرها شعور بالإنجاز. عندما وصلت إلى المزرعة، كان الكل منشغلا في العمل. الحقول في ذروة دورة الحصاد، والثمار تكتسي بألوانها اللامعة تحت ضوء الشمس. التقت سرة بأصدقائها العمال، وتبادلوا التحيات الحارة والقصص الممتعة الخاصة بهم. في نهاية اليوم، بينما كانت الشمس تغرب بهدوء، جلست سرة تتأمل الأفق، تشعر بالرضا عن يومها. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تسهم فيها بشيء جميل في هذا العالم، لكنها كانت تدرك أن كل فعل صغير يمكن أن يحدث فرقا. وهكذا حملت سرة حلما جديدا، مقررة أن تستمر في السعي والتقدم، مستلهمة من شمس كل صباح جديد.